بصوا، دخلت كده بقى على الصالة. اول حاجة اخدت التكييف بقى دخلته اوضه النوم، وبعدين بقى هنبدأ بقى في الريسبشن. هنعمل ايه؟ اول حاجة كده انا كنت كنست الريسبشن اصلا، فقلت ان انا همسحه بقى بالشرشوبة. اول حاجة كده جبت المربع اللي ما بين الكنبة والكرسي ده وبعد كده بدأت بقى ان انا امسح. جبت بقى من تحت الكنبة رايح جاي رايح جاي كده، بحيث ان ما يبقاش فيه اي حاجة ولا اي تراب ولا اي تلزيق ولا اي حاجة. بس هو عامة تحت الكنبة نضيف، يعني مفيش اي حاجة. المهم هنا بدأت بقى امسح الارض. عايزه اقول لكم ريحه النظافه ليها طعم تاني بصراحه يعني. فهبدأ كده امسح الارض كده كلها، الريسبشن كله، ومش هيبقى فيه اي حاجه. بعد كده بقى هنبدأ بقى نشوف الانتريه. هنفرش الكفر الجديد بقى. ده الكفر الجديد اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا اشتريته من العتبة. عايزه اقول لكم الكفر ده جميل جدا ما شاء الله، حلو قوي، والخامه بتاعته جميله جدا، والصراحة تحفة. لقيت ناس كتير بتشكر فيه فقلت اشتريه بقى. كان فيه منه الوان كتير، بس انا اخترت اللون النبيتي. انتوا عارفين ان انا اللون اللي كان عندي كان لون زي بترولي يعني وكده، لكن اللون ده نبيتي. فانا قلت بقى ان انا اغير بقى، بحيث ان يبقى الشكل مختلف تماما. وانتوا شايفين ان الصالة عندي الحيطان فاتحة، فقلت ان انا اجيب الكفر غامق، بحيث ان يبقى فيه تناسق في الالوان، او يبقى حاجة ظاهرة. مرضتش اجيبه لون فاتح يعني. هنا بقى كنت بشوف الكفر انهي الكنبة الكبيرة وانهي الكنبة الصغيرة. فكنت بقيس كده، فقست كده، فلقيت ان اللي انا حطيتها من تحت دي كانت الكنبة الكبيرة، واللي فوق دي اللي انا ماسكاها في ايدي دي الكنبة الصغيرة. حطيت كل حاجة على مكانها، وبدأت بقى ان انا افرش. عايزة اقول لكم كان مقاسه صغير شوية، فتعبني جدا في التلبيس. هلبس معاكم اول كنبة اللي هي الكنبة الصغيرة دي، وبعدين هبدأ ألبس باقي الانتريه والكراسي والكنب كله مع نفسي، وبعدين هرجع لكم تاني اوريكم الشكل في الاخر عامل ازاي. عايزه اقول لكم بجد جميل جدا، بجد حلو قوي، وشكله في الاخر كان بصراحه تحفه. فكمان الشكل بتاعه مختلف جدا يعني، والخامه بتاعته جميله ما شاء الله. عايزاكم بس تدعوا لي ان انا اخلص يا جماعه، حاسه ان انا الوقت سرقني ومش عارفه ان انا اخلص. عايزه اقول لكم باقي يومين على الفرح، وانا يعني كمان عايزه اقول لكم ان بكره كاتب كتاب. يعني المفروض ان انا اقفل الشقه كلها النهارده. انا دلوقتي خلصت اوضه الاطفال وخلصت الريسبشن، بس لسه ما فرشتش المطبخ ولا فرشت اوضه النوم. فادعوا لي بس ان انا اخلص. حاسه ان الوقت ضيق جدا ومش عارفه، ومضطره ان انا كمان انزل اروح اشتري حاجات معينه. فادعوا لي بجد ان انا اخلص. هنا خلاص بقى انا بدأت افرش الكنبة. عايزه اقول لكم بجد تعبتني جدا، لان هي الكفر طلع صغير شوية، المقاس بتاعه مش نفس المقاس الكفر القديم. فانا كنت بحاول على قد ما اقدر ان هو يبقى مظبوط، يعني ان انا اظبطه. فعلى قد ما اقدر كنت بحاول ان انا اظبطه بصراحة، بس كان الموضوع صعب يعني وخد مني مجهود. المهم هنا حطيت بقى، ثبت الجناب، وبعدين هثبت بقى الظهر بتاعه، وهوريكم كده في الشكل في الاخر عامل ازاي. بس يعني التوتال كان جميل يعني، كان حلو قوي بصراحة. هنا بس كده شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفة بصراحة، حلو قوي. هنا بحاول ان انا اظبطه وشكله لطيف يعني. كده خلاص انا خلصته بقى. عايزه اقول لكم عذبني، خد مني حوالي اكتر من ساعة عشان افرشه يعني تقريبا. دي هنا اكياس الخداديات. فاخدت كده الخداديات الصغيرة، وبدأت ان انا البسها. كنت هطلع الكيس بتاعها اللي هو الكيس اللي هي لابساه يعني، فقلت لا هلبس عليه يعني. فحسيت ان هو مش حاجة يعني، مش مهم قوي ان انا اشيله يعني، فقلت هلبس عليه. المهم كنت بقيس كده، وهبدأ البس بقى الكياس دي 4. يعني انا كان عندي تقريبا 5 خداديات، فانا هلبس 4 بس. الاخيرة ال5 دي مش هحطها اصلا يعني، هسيبها يعني مش هحطها. هبدأ كده البسهم ومش هخلع الكياس القديمة. برضو شكلهم هيبقى جميل قوي. جبت بقى اللون بتاع الخداديات دي،
الكوشن جبت لون فاتح بحيث ان هو يليق على الحيطة ويليق على الكفر مع بعض. شكله هيطلع في الاخر جميل بصراحة، يعني هيبقى حلو قوي. كمان هوريكم هفرش بقى السجاد في الارض. هتلاقوا شكل الصالة اختلف تماما يا جماعة، تحسوا ان الصالة غير الصالة. وهنزل كمان هشتري، عارفين الورد الصناعي والزرع والكلام ده، هنزل اشتري دلوقتي كام واحدة، 2 أو 3. فهشوف كده هنحطهم في الريسبشن ازاي وهيبقى شكلهم عامل ازاي. فان شاء الله هيعجبكم جدا والشكل هيختلف تماما. عايزاكم لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا حطوا لايك واشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفوني على طول. بصوا هنا كمان خلاص لبست 2 ولبس بقى التالتة، وكمان هلبس الرابعة تقريبا يعني. لا انا لبست كده 3، لبست كده 3 ودي اخر واحدة كده. خلاص خلصتهم خالص، وهوريكم بقى في الاخر شكل الانتريه عامل ازاي. دلوقتي هعلق معاكم الستاره حلوه قوي، والسجاد هيبقى لايق برضو مع الانتريه. وعايزاكم تقولوا لي رايكم بصراحه، وبجد تعبت جدا، فعايزاكم تشجعوني بلايك حلو كده قوي من قلبكم. خلصت بقى فرش الانتريه ودخلت بقى اعلق الستاره. بصوا انا كده كنت ركبتها، دول ستارتين. عايزه اقول لكم الخامه بتاعتها جميله جدا، الخامه بتاعتها لطيفه. بصوا انا كنت مخليه الستاره دي اصلا لاوضه النوم بس عشان هي اصلا جديده وكده. فلما جبت فرش الانترين بيتي فقلت ان انا خلاص هحطها في الصاله. حطيت وراها واحده اورجانزا بيضه. المهم هنا كنت جايبه السجاد بقى من المغسله، وبدات بقى ان انا افكه كده وافرشه. عايزه اقول لكم، عايزه اخد رايكم بقى في السجاد، بصراحه جميل جدا. قلت ان انا مش هفرش الحافظات يعني وهفرش السجاد. فبدات افرش كده. انا عندي 2 نفس الشكل بس لونين مختلفين. اللون ده لون اوف وايت تقريبا، فقلت هحطه كده جنب الكراسي والكنب. ده كده هيليق، دي هتليق اكتر هنا في المكان ده. والتانية لونها سماوي كده على لبني خفيف، فهتلاقي الناحية التانية اكتر ناحية التلاجة اهي. بصوا وبرضو قولولي رأيكم بصراحة يعني، بس انا شايفة انهم شكلهم حلو قوي كده. بصوا كده اللي هي الفتحة جنب الانتريه كله، واللونها لبني جنب التلاجة شوية. وهنا بقى حطيت المشاية دي لونها بينك كده، فكان شكلها جميل جدا. وبعدين بقى هحط الستارة اللي هي فوق ناحية الطرقة. هنا بقى جبت الترابيزة وهحط عليها المفرش ده نفس الخامة بتاعة الخداديات بتاعة الانتريه. حطيته كده، قلت لا هعمله بقى بطريقة المثلث، وادي شكله اهو. عايز اقولكوا حلو جدا، فادى شكل ومنظر للصالة تحفة. وكمان كفر الانتريه يا بنات قمر قمر قمر. ايه رأيكم؟ بجد لونه جميل جدا. نفس المفرش برضو بس ده مستطيل، حطيته على التلاجة. وكمان هجيب فازة ورد احطها على التلاجة، وكده تبقى كل حاجة كملت وبقت تمام التمام. بصوا شكل التلاجة بقى بعد ما مسحتها، عايزة اقول لكم تحفة جميلة جدا كده، مش باقي اي حاجة. هنا بقى خلاص قلت اعمل الستارة. عايزة اقول لكم الستارة عمالة اركب فيها كذا مرة، وعمالة كل شوية تقع، اركب فيها وتقع، مش عارفة مالها يعني. المهم ان انا في الاخر هظبطها يعني، وهيبقى برضو شكلها جميل قوي، وبجد جميلة تحفة يعني. وكمان تحتها اللي هي المشاية اللي لونها بينك، وهي ابيض في بينك، فشكلها هيبقى جميل يعني. هتشوفوها دلوقتي هتلاقوها هتعجبكم قوي. بصوا ركبتها بقى وهرفعها كده بالمقشة. بصوا هاجي اسحبها بقى هتقع، وبعدين هركبها تاني اسحبها هتقع. مش عارفة ما كانش عاجبها الوضع ولا ايه. بصوا كده يعني. المهم ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك الجميل والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم تاني الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله. هتقع تاني، لا انا مش قادرة بجد.